السلام عليكم. بعد كأس العالم اللي أقيم في قطر سنة 2022 حصلت جريمة هزت قطر ومصر. 3 مصريين مقيمين في الدوحة ماشيين بعربيتهم لمحوا واحد باين عليه من مصر واقف بيعيط في الشارع من قلة الحيلة، وبقلب طيب خدوه على بيتهم، أكلوه شربوه ودوروا له على شغل، لكن بدل ما يردوا لهم الجميل غدر بيهم، سابهم 3 جثث غرقانة في دمها وسرق كل حاجة يملكوها. القصة دي تجسيد حرفي للمثل اللي بيقول اتقي شر من أحسنت إليه. يلا بينا نفتح باب حكايتنا ونشوف أسرار قصتنا النهاردة. في مصر وتحديدا في محافظة المنيا كان فيه هناك شاب اسمه عبد السلام، شاب خلوق وطموح، قرر يسيب بلده ويسافر على قطر وتحديدا الدوحة عشان يدور على رزق يقدر بيه يساعد نفسه ويساعد أهله. وفعلا سافر بتأشيرة سائق خاص وبدأ يشتغل عند واحدة من العائلات هناك كسواق للعيلة. ومع مرور الوقت كفيله لاحظ فيه حاجة مختلفة، أمانة، اجتهاد، إخلاص في الشغل، وده خلاه يثق فيه ويقول له في أيام الأجازات إحنا مش محتاجينك، فلو عاوز تستغل الوقت ده وتشتغل عند ناس تانية وتزود دخلك براحتك. وبالفعل عبد السلام استغل ذكائه وبدأ يشتغل في مجال تاني وقت فراغه، وهو مجال المقاولات، وكان بيشتغل مع جماعة في أشغال تخص البناء والمشاريع. وبسبب ذكائه وشطارته وسرعة استيعابه قدر في وقت قليل يدخل شريك في شركة مقاولات خاصة. الأيام عدت والشغل نجح نجاح كبير والرزق بدأ يجيله من كل ناحية، والدنيا ضحكت لعبد السلام وحياته استقرت في قطر. ساعتها قرر عبد السلام يساعد أخوه جمعة شاب كان محتاج يبني نفسه عشان يتجوز، فعبد السلام جابله تأشيرة وخلاه يجي يشتغل معاه في المقاولات في الدوحة. وكان معاهم في نفس السكن واحد اسمه علي، مهندس من الفيوم، زميلهم وصاحبهم وعايش معاهم في نفس الشقة. وأصبح ال3 شباب عايشين مع بعض في الدوحة متعاونين وشغالين وبيجروا على رزقهم بالحلال، لكن محدش فيهم كان يعرف إن حياتهم الهادية المستقرة هتتقلب رأسا على عقب. عبد السلام وأخوه جمعة وصديقهم المهندس علي كانوا معروفين وسط الجالية المصرية بالجدعنة والطيبة، لكن مين كان يصدق إن الطيبة دي هتكون باب لشر عمرهم ما كانوا يتخيلوه. في شهر إبريل سنة 2023 وتحديدا تاني يوم رمضان بعد الفطور خرجوا يتمشوا في شوارع الدوحة، وفجأة لفت انتباههم راجل في الأربعينات باين عليه الانكسار واقف في نص الشارع ودموعه نازلة. من أول نظرة حسوا إنه مصري زيهم، وبقلب مليان بشهامة وقفوله وسألوه مالك إيه اللي حصل لك؟ الراجل بدأ يحكي. اسمه تامر محمد من شبرا الخيمة وعنده 43 سنة، كان مبلط سيراميك في مصر، ولما ضاقت بالأحوال رمى نفسه في المجهول وسافر قطر وقت كاس العالم بتأشيرة سياحية، وخلصت التأشيرة وكسرها وفضل قاعد بشكل مخالف من غير شغل، من غير تصريح، من غير حتى مكان يبات فيه، لا لاقي لقمة ولا قادر يرجع لبلده مصر ولا حتى يبعت فلوس لأهله. الكلام وجع قلوبهم وشهامتهم خلتهم ما يسيبوهوش، قالوا له تعالى معانا البيت اسكن معانا لحد ما ربنا يفرجها. ومن يومها بقى تامر واحد منهم، كان بيقعد معاهم على الفطار والسحور، عايش وسطهم كأنه واحد منهم بالظبط. وعرفوه على الجالية المصرية في قطر. للأسف ما كانوش يعرفوا إن بطيبتهم وشهامتهم دي ارتكبوا أكبر غلطة في حياتهم، غلطة هتكلفهم حياتهم. مع مرور الأيام بدأت تصرفات تامر تبان غريبة. جمعة نفسه خد باله الراجل لا بيصوم زيهم ولا بيصلي، والأكتر من كده كان بيحرجهم قدام الجالية المصرية.
كل ما يشوف حد يمد ايده، مرة عايز فلوس سلف، مرة يطلب حاجة ملهاش لازمة، ومرة يلح على اي حد يشوفه يدور له على شغل. التلات شباب اتضايقوا جدا، ازاي واحد قاعد معاهم ومحسوب عليهم قدام الناس ويتصرف كده؟ كلموه كذا مرة وقالوا له يا تامر انت لو محتاج حاجة قول لنا، احنا مش هنقصر معاك، بلاش تطلب من حد غريب، ده بيحرجنا قدام الناس. لكن تامر ولا كان فارق معاه، كمل على نفس الحال يتسول من اللي رايح واللي جاي. وفي الاخر قالوا له بصراحة بص يا تامر، احنا دورنا لك على شغل في كل حتة وللأسف مفيش، احسن حاجة دلوقتي انك ترجع مصر عند اهلك، يمكن تلاقي هناك رزق احسن. تامر قال بحسرة بس انا ما عنديش حتى حق التذكرة. وهنا بانت جدعنة الشباب التلاتة، جمعوا من بعض وجمعة حجز له تذكرة رجوع مصر يوم 27 رمضان، وكمان اداله شوية فلوس زيادة عشان يشتري هدايا لأهله وينزل مصر وشه مرفوع. تصرف رجولي فعلا من شباب محترمين بجد، كانوا عايزين يرجعوه بلده بأحسن صورة. الصدمة بقى إن كل الخير اللي عملوه الشباب التلاتة مع تامر ما ملاش عينيه، ما كانش كافل تامر من وجهة نظره، كان جواه حاجة تانية خالص، خطة سودة خبيثة محدش فيهم كان يتخيلها. للأسف لما تامر عاش مع الشباب التلاتة في شقتهم بدأ يعرف أسرارهم، بدأ يراقب كل حركة جوه البيت، كانت عينيه على كل حاجة، شاف ان عبد السلام بيحط فلوسه في خزنة، وكمان لاحظ اكتر من مرة ان عبد السلام بيتعامل بمبالغ مالية كبيرة جدا في شغله في المقاولات. ساعتها تامر جواه اتزرع الطمع والحقد، اشمعنى هم عايشين ومبسوطين ومعاهم كل الفلوس دي وانا مش لاقي اكل؟ ساعتها بدأ يخطط، ولما جمعة قال له ان تذكرة السفر بتاعة العودة لمصر اتحددت يوم التلات الفجر، حس ان الفرصة جات له، فقرر ينفذ خطته الشيطانية، يحط لهم منوم في العصير ساعة الفطار، وبعد ما يناموا يسرق كل اللي في البيت ويركب نفس الطيارة اللي هم نفسهم دفعوا له فلوسها. ليلة الجريمة بعد الفطار جمعة وعبد السلام كانوا قاعدين في البيت، تامر جاب لهم العصير اللي فيه المنوم، ومفيش دقايق بعد ما شربوا العصير بدأت عيونهم تقفل، جسمهم يتقل، ودخلوا في نوم شبه عميق. تامر حس ان الطريق خلاص بقى مفتوح له، بدأ ينهب كل حاجة يلاقيها قدامه، فلوس، موبايلات، اي حاجة لها قيمة، لكن اللي ما كانش عامل حسابه ان تأثير المنوم كان ضعيف. وفجأة عبد السلام وجمعة فتحوا عينيهم وهم دايخين ولقوا تامر واقف بيقلب في حاجتهم. الصدمة كانت اكبر من اي كلام، واحد لموه من الشارع واكرموه وخلوه واحد منهم ويخونهم بالشكل ده. ورغم الدوخة والتعب اللي كان فيها جمعة وعبد السلام من تأثير المنوم، لكن حاولوا يوقفوا تامر ويمسكوه، لكن تامر كان مستعد، طلع سكينة من جيبه وبكل غدر وخسة طعنهم طعنات متتالية، والاتنين وقعوا غرقانين في دمهم مش قادرين حتى يدافعوا عن نفسهم. وفي لحظات البيت اللي كان مليان رزق وأمان اتحول لجحيم ودم. وبعد ما خلص تامر على عبد السلام وجمعة، تامر موقفش، بدأ يلم كل حاجة غالية في البيت، فلوس، موبايلات، حتى جوازات سفرهم خدها. وفي اللحظة اللي كان بيجمع فيها آخر حاجاته الباب اتفتح فجأة وعلي دخل البيت. المسكين ما كانش يعرف ان القدر سيئه لنفس المصير، واول ما شاف اصحابه مرميين على الارض وغرقانين في دمهم جري وهجم على تامر، لكن تامر كان اسرع، غدر بيه بالسكينة وفضل يطعن فيه لحد ما اتأكد انه مات هو كمان. بعدها تامر جر الثلاث جثث وحطهم في أوضة واحدة ونظف آثار الجريمة بسرعة، وبكل برود خرج جري على المطار عشان يلحق طيارته، الطيارة اللي هم نفسهم دفعوا له تذكرتها. ومع أذان الفجر واحد من أصحاب الشباب التلاتة من الجالية المصرية رايح يخبط عليهم كعادته عشان ينزلوا يصلوا مع بعض. خبط محدش رد، اتصل ولا حد بيرد، اتوتر جدا، وخصوصا ان عربياتهم لسه تحت البيت. القلق زاد جواه وقرر يبلغ الشرطة القطرية. الشرطة وصلت بسرعة،
كسرت الباب، وهنا كانت الفجعة، التلاتة مرميين جثث والدم مالي المكان. الشرطة بدأت تفرغ كاميرات المراقبة اللي حوالين العمارة، وفي نفس الوقت صديقهم اللي بلغ الشرطة قال شهادته، قال إن كان في راجل اسمه تامر كان عايش مع ال3 شباب في الفترة الأخيرة، ومن أول يوم وتصرفاته كانت غريبة، كان واضح إنه مش طبيعي. وفعلا الكاميرات جابت صورة تامر وهو خارج من البيت بالشنط، وعلى طول اتبعتت أوامر للمطار بوقف الرحلة اللي راكبها، لكن للأسف الطيارة كانت خلاص أقلعت. تامر ساعتها افتكر انه خلاص فلت بجريمته وهيرجع مصر كأنه ما عملش حاجة، لكن على طول تم التواصل بين السلطات القطرية والمصرية، وأول ما طيارته وصلت مطار القاهرة لقى رجال أمن الدولة مستنيينه على باب الطيارة، مسكوه في ساعتها وفتشوه ولقوا معاه كل المسروقات حتى جوازات سفر الضحايا، واعترف بجريمته كاملة في النيابة وتم الحكم عليه بالإعدام. تامر محمد سيد بعد الاطلاع على محكمة المسؤولية 81 في الغرب الجنائي صدرت المحكمة الحكومية بإجماع بإحالة أوراق تامر محمد سيد داوود سلامة لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي الشرعي. حددت جلسة 8/9/24 والنطق بالحكم مع صدار حبس المتهم. وبعد الجلسة قتلتهم ليه؟ قتلتهم ليه وهم كانوا بيصرفوا عليه؟ لو سمحت القصة دي خير شاهد على مقولة قديمة اللي هي اتقي شر من أحسنت إليه. الغدر ونكران الجميل موجودين في كل مكان، وناس كتير زي تامر عايشين بينا. الغريب إن حتى الحيوان، الكلب مثلا، لو أكل لقمة من إيدك بيفضل فاكر جميلك لحد ما يموت، لكن بعض البشر ممكن تديهم من الطيبة أطنان وبرضو نفوسهم الخسيسة بتفضل زي ما هي. الرسالة مش إنك ما تساعدش الناس، بالعكس ساعد وقف جنب اللي محتاج، بس فتح عينيك وما تثقش ثقة عمياء في أي حد، لأن مش كل اللي بيبتسم في وشك نيته صافية. رحم الله الشباب ال3 ولعنة الله على الغدر والخيانة. وبكده وصلنا لآخر حلقتنا. اللي وصل معايا لآخر الفيديو تحية خاصة مني ليه، وما تنساش اللايك والكومنت الحلو بتاعك، واللي بيشوفني لأول مرة ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.